كنا وقفنا الحلقه اللي فاتت ان انا خلاص كنت خسيت 18 كيلو والدنيا تمام. ازاي بقى ابتديت اقع وابوظ الدايت بعد ما خسيت الرقم الكبير ده؟ هو ده اللي هقوله لكم في الحلقه دي ان شاء الله. احنا بقى ايه، داخلين الجامعه وعايزين نسافر بقى قبليها وصحاب وبتاع فقررنا ان احنا ايه هنسافر مع بعض، نطلع الغردقه وكده. وساعتها بقى اللي هو كلنا عايزين ننزل نشتري لبس ومش عارف ايه قبل ما نسافر واللي هي الفتره بتاعت الثانويه دي ما بتشتريش كتير وما بتنزلش كتير وبتاع. وهنا قررت بقى ان انا انزل اشتري بقى شويه تي شيرتس، شويه شورتات بتاع. مسافرين بقى، كان يعني ايه موضوع بقى رخم جدا. يعني انا نزلت بالرغم ان انا خاسس رقم كويس، مش لاقي مقاساتي خالص. يعني انا عاده، وطبعا تيمبرلاند كان مقارنه بالحاجات اللي بنلبسها في سننا كان غالي برضو. يعني انت مثلا لو كان ساعتها الحاجات المنتشره كان كويك سيلفر مش عارف ايه، كان هو اغلى. وكان معروف ان تيمبرلاند ده للناس اللي هي الثلاثينات الاربعينات، اللي هو ايه السن الاعلى، مش السن اللي هو العشرينات وكده. بس ما كانش عندي اختيارات تانية يعني، وكنت كل ما اروح مكان ما الاقيش يعني. والموضوع بقى كان مضايقني جدا. يعني صحابي عادي يخش اي محل يعجبه تي شيرت يقوم جاي لابسه واخده ماشي خلاص. انا لا، انا اخش اقول له في مقاساتي. يعني ده اول سؤال، ما بسالوش ده عاجبني عايز اقيسه، لا في مقاسي. يعني ده كان اول سؤال. لا للاسف مفيش. فتروح مكان تاني، تروح فرع تاني، ممكن تلاقي تي شيرت يقول لك ده في الفرع في مصر الجديده، يقول لك بقى روح فرع بقى المكوك. يعني حاجه بقى بعيده جدا بس عشان تلاقي الاربعه اكس لارج والكلام ده. وساعتها لقيت كام حاجه كده، منهم تي شيرت تيمبرلاند مخطط. فكنت بجيب تيشيرتات مخططه بالرغم ان دي بتزودك في شكلك في الوزن، بس ما عنديش حل تاني. وشورت لونه غريب ملون قوي، بس هو الوحيد اللي جه مقاسي. لبس مش حلو، مش حلو يعني، غالي بس مش مقاسي. بس شكله مش حلو عليا. حتى هي مش ثقه مني ان انا لابس مخطط بالعرض، بس هو انا ما كانش عندي اختيارات تانية. المهم انا طبعا مسافر وانا مقرر طبعا بعد العلقه بقى بتاعت ان انا مش لاقي مقاساتي ومتضايق وبتاع وكده. لان انا حتى كنت وصلت لمرحله، انا فاكر اخر مره رحت اشتري بدله كان معايا والدي الله يرحمه. وبعدين كل ما نروح محل مفيش. وواحد بقى احرجني جدا، قال لي بس خس شويه وبعد كده هتلاقي مقاسك في البدل وبتاع. فلو الموضوع كان سخيف جدا في الاخر. يعني ما لناش حل غير ان انا اروح افصل بدله. يعني انا كان ما عنديش حلول بقى. انت عايز تشتري بدله، لا هتروح تفصلها. وكان ساعتها برضو التفصيل ده اللي هو ايه، ده الناس الكبيره وبتاع ومش عارف ايه وكده. خلاص احنا طالعين بقى مسافرين و... وانا حاطط في دماغي ان انا هعمل دايت، وان انا هاكل من في الفندق اكل دايت وبتاع ومش عارف اخد بالي وبتاع وكده. بس برضه تو بي اونست، هو ما كانش فيه في الفتره دي حته بقى الاهتمام بالاكل الهيلسي مش عارف ايه زي دلوقتي. حته السناكس الهيلسي ما كانش فيه الهيلث لايف ستايل عامه، او الحياه الصحيه عامه اللي موجوده دلوقتي. والتركيز والناس بتفوكس في حاجه زي كده. وكل الدول العربيه ومصر وكل الخليج والسعوديه والامارات وكل الدول بتركز جدا على موضوع الاكل الصحي ده والحياه الصحيه عامه. كان ساعتها بقى ما كانش فيه يعني الكونسيبت ده قوي. يعني الكونسيبت ده على فكره انتشر وبقى بقوه والناس اهتمت قوي بعد الكورونا. يعني اعتقد اخر 4 5 سنين اللي بقى فيه اهتمام قوي يعني. فالمهم انا حتى ايه رايح الصبح في الباص وبتاع، مسافرين الغردقه مثلا 5 ساعات ولا حاجه. ما اكلتش. يعني انا قلت انا مش هاكل بقى سناكس وبتاع. انا اصحابي بقى جايبين سندوتشات وجايبين شوكولاتات وجايبين مش عارف ايه، انا ما فيش. انا قلت انا ايه مش هاكل. وفعلا مسكت نفسي. يعني فعلا ما هبلتش في الاكل. ورحنا جت ساعه الغداء، الاكل ما كانش حلو قوي في البوفيه والفندق ما كانش لذيذ اصلا. بس اللي هو برضو ما هبلتش. فضلت ماسك نفسي كويس جدا جدا جدا. وبعدين جينا بقى في الاخر اخر اليوم احنا كان قدامنا برجر كينج الناحيه الثانيه. يعني قدام الفندق برجر كينج الناحيه الثانيه. فجيت من صحابي قال لك ايه احنا هناكل جعانين باسم وزيزو. فهنروح برجر كينج وبتاع والاكل الاوتيل مش عاجبنا وكده. فانا كنت معاهم فايه، قلت لهم طب انا هاجي معاكم وبتاع بس انا مش هاكل وكده. ماسك نفسي يعني. عدينا الشارع رحنا، هم طلبوا برجر وفرايز ومش عارف ايه وعليها اكسترا ايه وبيبسي وبتاع وكده. وانا ايه ماسك نفسي. وبعدين ايه، اول ما الاكل بتاعهم نزل على الترابيزه قمت طالب اكل. ما قدرتش امسك نفسي. الموضوع بيبقى صعب جدا يا جماعه في الاول. يعني ان انت تقاوم البيئه اللي حواليك وان صحابك يبقى بياكلوا وانت ما بتاكلش يعني بالراحه على نفسكم لانه موضوع صعب جدا. اول ما الاكل بتاعهم نزل قمت طالب. بس حاولت برضو ان انا قدر الامكان ابقى كويس. وطلبت برجر من غير فرايز وبتاع ومش عارف ايه وكده. وحاولت يعني ان انا فاهم. وبس ما قدرتش. يعني الموضوع صعب يا جماعه يعني، خصوصا في الاول. خصوصا ان انت متعود على كده.
خصوصا لو بتحس ان انت وحيد، انت منبوذ، ان انت ما بتاكلش. فعشان كده دايما بقول لكم ان البيئه مهمه، وان انت تحاول تمنع نفسك. يعني انا لو ما كنتش عديت الشارع ورحت معاهم، احتمال كبير جدا كنت مسكت نفسي، مش احتمال كبير، كنت مسكت نفسي، كنت قاعد في البيت كنت مسكت نفسي. بس هو دي ده الكونسبت يعني. وده بقى الذكاء وانك تقع وتقوم وتبقى فاهم ان انت مش هتعرف تكنترول، فبعد كده تروح باكلك. انا بقيت مثلا بنزل مع اصحابي باكلي، عارف انك مش هتعرف تمسك نفسك، فان انت تبقى واكل قبليها ودببها عشان تبقى بطنك مليانه، فدببها يعني من اكل الدايت. محاولات يعني بقت بالفشل، فكلت ووقعت. دي كانت ده كده كان اول يوم يعني. مسكت نفسي في الباص، ومسكت نفسي في الغداء، وقعت ايه بالليل. بس ضميري انبني وبتاع، وصاحي الصبح وانا ايه عامل حسابي ان انا مش هبوظ، وفطرت كويس فعلا والدنيا تمام ومش عارف ايه. واحنا كنا مسافرين 4-5 ايام يعني، والدنيا تمام ومش عارف ايه. فكنا رايحين سفاري، فالاكل في سفاري دي كان عباره عن كفته كده وبتاع، عاملينها على شوينها كده. فاحنا كنا في صحراء بقى، فمسكت نفسي يعني. انا اكلت كفته بس، وما حاولتش اكل عيش، وما حاولتش اكل طحينه ومش عارف ايه وكده. وقد كان يعني. بعدين ركبنا بقى اللي هي الباجز والحوارات دي وبتاع. بعد كده ايه، كان في فقره كده المفروض نركب فيها جمال يعني، ودي اختياري. فانا اللي شجعت صحابي، قلت لهم يا عم نركب ونتصور وبتاع، واحنا بنسافر كل يوم ويلا بينا ومش عارف ايه وبتاع وكده. انا كنت على فكره من الاشخاص اللي هيعرفني شخصيا يعني دلوقتي هيستغرب شويه، بسبب ان الشخصيات اللي كنت مقبله جدا على الحياه، مش فاتق يعني، فاهم؟ عايز اعمل كل حاجه، بتنطط، عايز اخرج كل يوم على طول في الشارع، ما اقعدش في البيت خالص. بعكس شخصيتي بقى دلوقتي، اللي هو يعني ايه، قاعد في البيت بتحرك بمعجزه، مش اجتماعي قوي وبتاع. بس لا، انا زمان لا 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 لا، انا كنت اجتماعي ليفل الوحش يعني، وكنت على طول في الشارع، وعايز اخرج وعايز اروح وعايز العب وعايز اخش سينما وعايز العب بولينج وعايز العب بلياردو وعايز العب كوره، بحب كل حاجه يعني. فالمهم يعني، انا قعدت كده على فكره لحد فتره قريبه يعني، لحد مثلا 4 سنين 5 سنين كده، لحد فتره الكورونا. لا انا كنت الشخص اللي هو على طول بينزل ده، فراك يعني زي ما بيقولوا. المهم اقنعتهم ان احنا نركب وبتاع، فكل واحد ايه ركب على جمل. وبعد كده رحت، ففي ست بدويه كده، فقلت لها ايه انا عايز اركب. فقالت لي بنفس اللغه اللي هي البدويه دي، انت تخين، شوف لك جمل تاني. فكلمه رنت في ودني، اثرت في ودني، او كلمه ضايقتني جدا 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 يعني. الست كانت دايركت جدا، صريحه جدا. هو مش تنمر بقى، هو عارف وانت صعب قوي ان حد كان يرزعك جمله زي دي كده في وشك يعني، غير طبعا ست بدويه كبيره في السن بتاع. فانا ايه اتضايقت جدا. وبعدين صحابي كلهم ركبوا، فالمهم قلت ايه، طب انا اشوف ايه جمل تاني. وفعلا رحت الجمل تاني وركبت بقى خلاص على الجمل. وبعدين بقول للراجل بقى، انا اصحابي هناك هو عايز الحقهم وبتاع. قال لي هو الجمل مش هيتحرك اصلا. وفعلا الجمل ما اتحركش، ما اعرفش بقى، هو ما اتحركش، هو بمزاجه ما كانش عايز يطلع ولا ايه الوضع يعني. بس هو ايه الجمل ما طلعش. ضايقت جدا 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 يعني. وقعدت اصور بقى ايه اصحابي وخلاص وكده، وما ركبتش انا. والموقف ده ضايقني جدا، والجمله اللي اتقالت الست رنت في وداني ضايقتني جدا. بس هل ده اداني حماسه ان انا اكمل؟ لا يعني. هو الصراحه انا بقيت السفريه كانت بقيت بقى اللي هو ايه، عارف الاحساس اللي هي خربانه خربانه، احساس اللي هو ما هي كده كده بايظه بايظه. ف هبلت بقى في الاكل يعني. بقيت ال3 ايام اللي فاضلين لا لا لا، كنت بقى رجعت الاوتيل كلت والدنيا خربت وخلاص. العقد فرط. وابتدي احس بقى ان انا جسمي اتنفخ، وان ال 18 كيلو كلهم راحوا وخلاص يعني. و ما بقيتش متحمس، وبقيت حاسس ان هي يعني ايه اللي هيحصل يعني، خلاص صعب قوي طب ما انا خسيت 18 كيلو والناس شايفاني لسه تخين وبتاع فبقيت متضايق يعني، ومش عايز اكمل. وقلت طب انا استمتع بقى في السفريه وهي خربت يعني. وبقى اكل من بره بقى كل يوم وبتاع ومش عارف ايه وكده. واللي هو اصحابي ما بيضحكوا بقى، فين الدايت وفين مش عارف ايه وبتاع. بس رجعت من السفريه، وانا برضو ايه حاطط في دماغي ان انا خلاص كده شكرا يا باشا. انا موضوع الدايت ده فاكس، وخايف جدا ان انا اروح للدكتوره، عشان لو رحت ووزنت هلاقي نفسي زايد و... ومش عارف بقى ابدا تاني يعني. الموضوع يا جماعه صعب 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 صعب، مش سهل. ما تدوسوش تاني، بقولها لكم تاني مره، بقولها لكم في حاجه، ما تدوسوش على نفسكم. الموضوع مش سهل، وهتقع وتقوم و... وهتسمع كلام مش حلو، وهيجي لك اغراءات في الاكل. فانت لازم تبقى فاهم ان ده هيحصل لك. فيا رب اكون بفيد حد من اللي بيسمع يعني، ان هو يبقى جاهز نفسيا وقوي نفسيا، ان هو عادي انه يقع.
المهم انه ايه يرجع تاني. المهم خلاص رجعت البيت، ما بعملش دايت قوي مش عارف ايه بتاع، فوق وتحت فوق وتحت. بس كانت معدتي برضه مش زي الاول قوي يعني، كنت برضه ايه معدتي اهدى شويه في الاكل. واحد صاحبي واحد صاحبي اسمه ايمن عدى عليا يوم صبح، كنا في اجازه بقى وننزل نفطر بقى، فايه نفطر بقى في مطعم كنا بنحب قوي الجمهوريه بتاع فول وطعميه، كنت حكيت لكم عليه قبل كده، مطعم جامد جدا يعني، احسن مطعم بيعمل فول وطعميه. ونزلت بقى ايه كلت برضو، فطرت فول وطعميه ومش عارف ايه وبتاع فروم نو وير كده، او يعني معرفش ليه ايمن واحنا واقفين عند الكشك وبتاع قال لي انت بطلت دايت؟ فقلت قشطه بقى، كنت مسافر وبتاع ان شاء الله هرجع ومش عارف ايه وبتاع. فهو يعني قال لي انت عارف يعني انت ربنا مديك ميزات ان انت طويل وعريض جدا، تعرف انت اصلا فعلا لو خسيت جسمك هيظبط قوي، هتبقى حتى مش محتاج جيم. ودي الصراحه حاجات ربنا مديها لك انت ما بذلتش فيها مجهود. فنور حته كده في ذهني يعني، ما هو ايه ده، ما فعلا انا ابتليت بالسمنه، والسمنه صعبه جدا، بس هي فعلا الاستراكشر بتاع جسمي كويس يعني، طويل وعريض، وده مش منتشر يعني، ولا الطول ده منتشر وسط الولاد ولا العرض ده ولا بتاع، خصوصا في السن اللي احنا كنا فيه. انا لازم احاول تاني يعني، لازم اروح تاني واجرب واكسر عندي الحته بتاعت ان انا مش عايز ارجع تاني للحته دي. وفعلا رحت للدكتوره، وهنا كانت المفاجاه والمفارقه الغريبه يعني، ساعات القدر بيديك فرصه تانية، وساعات القدر بيبقى رحيم بيك جدا جدا جدا. حصلت مفاجاه غريبه جدا، رحت وقفت على الميزان ثابت في وزني مش زايد يعني، ال 18 كيلو اللي انا خسيتهم زي ما هم. ودي من الحاجات دايما التوفيق مهم يعني، مش بس الاجتهاد مهم، دايما التوفيق والرزق بتاع ربنا فوق كل شيء. فهو ربنا زي ما يكون اداني رزق ان انا ما احبطش، عارف لو كنت زدت كنت هيجيلي احباط من جوايا، انا ثبت على وزني. وده لان برضو في الاول وفي الاخر السفريه كنا بنتحرك كتير، وبرضو انا ما يعني كنت بحاول امسك نفسي في الدايت، فاللي هو ايه يعني ما زدتش في الوزن. وخلي بالكم الحرق عالي جدا ساعتها، بتلاقيني كنت بحرق 5000 سعر حراري ولا حاجه في اليوم يعني، وزني كبير جدا و... وعندي عضل كتير وشاب صغير جدا يعني. يعني هو ده اللي حصل بالظبط. هحكي لكم بقى الحلقات الجايه ازاي رجعت تاني على التراك، ونقطه التحول اللي بتحصل بقى ازاي بتطلع تاني تصعد. وصلنا لفقره الكوت، والكوت النهارده مش بيقول حاجه. الكوت هو هرسمها لكم رسمه هنا كده، هي دي الرسمه بتاعت الدايت، هي دي الفكره، ان انت ما بتفضلش طول عمرك ماشي كويس، ان انت بتطلع تنزل تثبت شويه، تطلع تنزل تثبت شويه، تنزل جامد تطلع جامد. بس المهم ان انت لما تيجي بعد 6 شهور 7 شهور تاخد بوينت، تلاقي نفسك ان انت اتحسنت بشكل كبير جدا. فبلاش تاخد الموضوع ان انت مكنه، ان انت ماشي 100% ايه صح على طول. اشوفكم الحلقات الجايه فيها نجاحات كتير ان شاء الله. شكرا ان انتوا كملتوا لحد هنا. كان معاكم حسن قعود، اخصائي تغذيه وكوتش، خس 80 كيلو من وزنه وساعد ناس كتير قوي انها تخس. ما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب، لان ده هيفرق جدا ان انا اكمل سلسله الحلقات دي اللي هتخرج منها ان شاء الله بتعرف تعمل نظام غذائي لنفسك ونظام تدريبي لنفسك. سلام.